فأي أحد الآن إخواني تلاحظون مع الأسف أقولها، أي أحد ينتمي لهذا النظام الجائر البتري في إيران تجده استسلاميا خانعا خاضعا ذليلا حقيرا لأبي بكر وعمر وأتباع أبي بكر وعمر، يدوس على كل المبادئ الدينية، على كل الأحكام الشرعية يدوس عليه، يصلي وراء المخالف مثلا، زين، يقول ما نحتاج تربة بعد، نصلي على السجاد، وهكذا يشيل لك الشهادة الثالثة، يترضى على أعداء أهل البيت عليهم السلام. يعني أنا أتذكر هذا عدنان عبد الصمد، تعرفوه لو ما تعرفوه؟ واحد من نواب البرلمان بالكويت ومن القدماء، هو من قدماء النواب. فهذا طبعا إيراني الهوى، يعني خامنائي، خميني خامنائي. فقبل 6 سنوات أو 5 سنوات لما احنا أقمنا الاحتفال الأول بهلاك عدوة الله عائشة، صارت ضجة كبيرة بالكويت آنذاك تتذكرون. فهذا أقام خطابا جماهيريا، هو هذا نفسه أقام خطاب جماهيري، وأتذكر رأيت المقطع، فكان في هذا الخطاب يأتي على اسم عائشة ويقول رضي الله، السيدة عائشة رضي الله عنها. طيب ليش يعني؟ طبعا هو يريد أن يهاجمني، مو مشكلة أنت هاجمني، لا بأس، هاجم، قول هذا فتنوي، هذا عميل، هذا، هم ما خلوا بي شيء بعد أبدا، إسرائيلي، ما أدري كذا إلى آخره. يقول اللي عجبك، استكبار، استعمار، استحمار، اللي عجبك استخدم، أنتم فنانين بالاصطلاحات، استخدموا ما تشاءون. ولكن يا أخي والله صدقوني لو كان فقط يهاجمني ما كنت أتأثر وأتألم بالقدر الذي تألمت لما سمعت منه هذه الكلمة، السيدة عائشة رضي الله عنها، هذه التي جرحتني، الله يشهد ورسوله صلى الله عليه وآله. لأنه أنا معتاد، ترى أنا عندي السباب لي شخصيا مثل شرب الماء، يعني عادي أضحك، بس يفور دمي، يغلي لما أشوف واحد يترضى على أعداء وقتلة النبي وأهل بيته عليهم السلام. يعني أحس هكذا، بس أتخيل مشاعر رسول الله صلى الله عليه وآله. أنت هنا تترضى عن امرأة سقت رسول الله السم، ما تقدر مشاعر نبيك؟ أنت تتكلم تترضى عن امرأة هنا حاربت إمامك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ووضعت مكافأة نقدية مالية لمن يأتي برأسه، قالت من يأتيني برأس علي فله هذه البدرة. أنت تتحدث عن امرأة أو تترضى عن امرأة يوم استشهدت بلغها نبأ استشهاد الزهراء عليه السلام أبدت الفرح والسرور. أنت تتكلم عن امرأة أو تترضى عن امرأة يوم بلغها نبأ مقتل إمامك علي بن أبي طالب عليه السلام سجدت شكرا لله وأعتقت خادمها وسمته بعبد الرحمن تيمنا بعبد الرحمن بن ملجم، وفرقت 40 دينارا من خيانة كما يقول الإمام الحسن عليه السلام، فرقتها في من؟ في مبغضي علي بن أبي طالب من تيم وعدي. أنت تتحدث عن امرأة أو تترضى عن امرأة رشقت جنازة إمامك الحسن السبط الأكبر بالسهام، واليوم هو يوم ميلاده الشريف. أنت تتحدث أو تترضى عن امرأة ذمها إمامك أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام في الكافي الشريف، وجرمها وأثمها. أنت تترضى عن امرأة قال فيها إمامك الصادق عليه السلام عائشة عظيم إثمها كبير جرمها. ليش؟ ليش تبيع أئمتك؟ ليش تبيع نبيك؟ ليش تبيع سيدتك الزهراء؟ وأنت سيد يا ما تستحي. هو هذا عدنان السيد، هو
سيدها سيد موسوي. هذا عقوق، هذا عقوق لأهل البيت عليهم السلام. أنت ما مجبور يا أخي، وأنا لا أطالبك بأن تكون على منهاجنا، منهاجنا لا يحتاج إلى أمثالك ولا نتشرف بأمثالك. منهاجنا هذا أريد فيه فقط الأبرار الأطهار الأخيار الأنقياء، هذا الذي أريده. ما أريد أمثالكم من متذبذبين والمتلاعبين وقمامة المجتمع، لا أريد. فأنا لا أجبرك أن تأتي على منهاجنا، اختط خطا آخر لا بأس، ولكن رجاء على الأقل هذا القدر، حتى إذا أردت أن تسبنا أنا أسمح لك من أجل الصالح العام، مو مشكلة. شنو صار يعني الآن؟ سبوا الأنبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسلام، بقت علي سب. لكن رجاء هذه الكلمة لا تخرج منك. لا تقل السيدة عائشة رضي الله عنها، لا تقل أبو بكر رضي الله عنه، لا تقل عمر رضي الله عنه. شوي احترم دماء النبي وأهل بيته عليهم السلام، احترم مشاعرهم. لكن مع الأسف إخواني، إحنا كان لنا عصور ذهبية، اليوم عصرنا عصر أغبر.